السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي يشوفني لأول مرة، انا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين وصفة مميزة جدا ومحببة جدا لقلبي انا شخصيا. هنعمل مع بعض بس فلور او تارت المربى. حقيقي وصفة جميلة جدا ولذيذة جدا وكمان بسيطة ومش بتاخد وقت كتير وسهلة جدا. هنعملها مع بعض، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. معانا المكونات زي ما انتم شايفين. معايا هنا 3 كوبايات دقيق، معايا هنا كمان كوبايه زبده، معايا كمان كوبايه سكر بودر، معايا بيضتين، معايا كمان معلقه بيكنج باودر ورشه ملح، وطبعا معانا فانيليا. هنبدا مع بعض. اول خطوه معايا زي ما انتم شايفين، معايا هنا البوله اللي انا هعجن فيها. هضيف فيها الزبده. زبده طبعا بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش طريه، وكمان ما ينفعش نسيحها علشان هتبوظ مننا العجينه. فالطريقة دي افضل طريقة لاستخدام الزبدة. هضيف عليها السكر بودرة. بعد كده هبدأ بالمضرب الكهربائي او محضر الطعام. هبدأ اخلطهم كويس جدا مع بعض. لحد طبعا ما يمتزجوا كويس جدا ويبقى القوام كريمي معانا. طبعا ده هيتم بسهولة عشان السكر معانا بودرة، هيسهل علينا المهمة. هخفقه كويس جدا زي ما انتم شايفين بحيث يمتزج كويس كل السكر مع الزبدة. خلاص كده السكر بقى تمام مع الزبدة. كده وصلنا القوام الكريمي، كده امتزجوا تماما مع بعض. دلوقتي هبدأ اضيف البيض. طبعا الكاميرا كانت فصلت في اللحظة دي. وهبدأ اخفقه زي ما انتم شايفين. وضفت طبعا الفانيليا وخفقتهم كويس جدا مع بعض. هنضيف البيضتين ورا بعض، مش مع بعض في نفس الوقت، لحد ما يمتزجوا تماما. هضيف التانية وهكذا. خلاص كده انا خلصت خفقت البيض والزبدة والسكر. كده هبدأ اضيف الدقيق او المكونات الجافة. هضيف الدقيق بشكل تدريجي، مش هضيفه كله مرة واحدة. وزي ما اتفقنا 3 كوبايات دقيق، بس طبعا بتختلف حسب نوع الدقيق. فعشان تبقى العجينة مظبوطة معانا دايما نضيف الدقيق بشكل تدريجي، ما نضيفوش مرة واحدة. هبدأ اشيل المضرب وهبدأ اعجن طبعا بايدي. تحتاج دقيق، هضيف باقي كمية الدقيق. هي اخدت 3 كوبايات زي ما احنا شايفين. العجينة بتلم، مش بنعجن كتير عشان ما تعرقش مننا. كده العجينة بقت تمام، هو ده القوام المطلوب زي ما انتم شايفين. هبدأ دلوقتي هقسمها، هاخد التلتين والتلت. التلت ده انا هشيله في التلاجة لوحده، كده هشيله في التلاجة. وهبدأ اشتغل على التلتين مع بعض. حطيته في طبق وهشيله في التلاجة لحد لما اخلص واحتاجه. خلاص دلوقتي هبدأ اجيب التلتين، هفردهم كده على كيس زي ما انتم شايفين. بعد كده هنقلهم في الصينية اللي انا هستخدمها او القالب اللي هستخدمه بالشكل ده. فردته في القالب زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنجيب المربى. هبدأ اوزع المربى بالشكل ده. اي نوع مربى نحبه، فراولة، تين، مشمش، اي نوع فراولة احنا بنحبه نقدر نستخدمه. وهي دي الطريقة الاصلية للباستا فلور. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. هوزع المربى كويس جدا، بس ناخد بالنا ان احنا ما نوصلش للحروف بتاعه القالب او الصينيه علشان ما تمسكش مننا، ما تمسكش في الحرف وتتحرق. كده خلاص وزعت كميه المربى.
هوزعها كويس جدا. طبعا لو حابين نضيف مربى اكتر من كده حسب الرغبه، طبعا لو حابين نزود كميه المربى عن كده. انا كده ضفت كميه المربى اللي انا عاوزاها. خلاص كده هبدا اجيب العجينه اللي انا شلتها في التلاجة، وهجيب المبشره، طبعا تكون مبشره نظيفه، طبعا ما استخدمناش قبل كده في البصل. وهبدا ابشر باقي العجينه بالشكل ده على الوش بتاع على المربى. هعمل طبقه من بشر العجين. طبعا هوزعها في القالب كله بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. خلاص الباستا فلور كده جاهزه معايا. هدخلها الفرن، هخبزها لحد ما تاخد لون ذهبي جميل اللي احنا حابينه، هو ده اللون اللي انا بفضله. خرجتها من الفرن زي ما انتم شايفين. دلوقتي عندي هنا معلقه كبيره مربى زي ما انتم شايفين، حطيتها في طاسه كده، وهضيف عليها معلقتين كبار ميه. وهقلبهم كويس قوي. وبعد كده هرفعهم على النار لحد ما تغلي غلوه كويسه، تبقى صوص كده معانا. زي ما احنا شايفين تحول معانا الصوص. هبدأ دلوقتي بالفرشة هأدهن كده وش الباستا فلور، هوزعه عليها بالطريقة دي، بيديها لمعة زي ما انتم شايفين. وكمان عشان نزينها، طبعا حابين نعمل الخطوة دي براحتنا، مش حابين اوكي حسب رغبتنا. هوزعه عليها بالشكل ده. مهم ان احنا نضمن توزيعه على كل الاطراف وكل الجوانب. خلاص وزعت الكمية زي ما انتم شايفين. شايفين اداها لمعة جميلة ازاي. كمان لما نضيف السكر البودرة كمان هيخلي شكلها اجمل، وطعمها كمان حلو جدا. خلاص زي ما انتم شايفين انا وزعت الصوص على الباستا فلور كلها. دلوقتي هبدأ اجيب سكر بودر، هحطه في المصفى كده زي ما انتم شايفين، وابدأ اوزعه بالراحة على الباستا فلور. مش حابين نضيف السكر، نكتفي بس بصوص المربى حسب رغبتنا. هوزعه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. شكلها بقى جميل جدا، وكمان طعمها حقيقي طعمها حلو جدا. هي من الوصفات الحلوه جدا محببه على قلبي بجد، هتعجبكم جدا. وكمان سهله جدا ومش بتاخد وقت وسريعه. كده الوصفه بتاعتنا خلاص كده خلصت زي ما انتم شايفين. هبدا اقطعها، نقطعها حسب رغبتنا، مربعات او مثلثات حسب رغبتنا. انا اقطعها مربعات. هي وصفه مميزه جدا. وبكده وصفتنا تكون خلصت معانا. شايفين شكلها، شايفين لونها حقيقي، ريحتها كمان تجنن بجد، وطعمها خطير حقيقي. وصفه تستحق ان احنا نجربها حالا. ودي كانت وصفتنا النهارده. جربوها يا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي. الحق دول زي ما انتم شايفين دي الباستا فلور بعد ما انا قطعتها بالشكل ده. شايفين طبعا انا عاملاها رقيقه، نقدر لو حابين انها تبقى اتخن من كده حسب رغبتكم.